حارة القبة الجزء الثالث الحلقة 33. صياح بيجي بيتهجم على عجزه بالمطحنة وبيطالب بفطمة، وكل أهالي الحارة بيكونوا بصف صياح. وعزه بيتهجم على صياح وبيطلب منه يضب لسانه، بس مثل العادة ما بيطلع بإيده شي، وإنه ما يحكي عن أبوه أو أخته. وهو صياح الكلب ماله عنده شي لحتى يرجع أبوه من السفر. هيام بتطلع من البيت وسهيلة بتلحق وبتشوفها بتفوت على بيت غازي ولحالها فبتكتشف انه في علاقة بيناتهم. وغازي بيحاول يعتدي على هيام. انتبهتوا؟ ابو جوال بيحاول يشك بغفران ويراقبها وبيشوف تحركاتها وبيقارن حكيها ببعضه، يعني بيراقبها. منيرة بترجع على بيت اهلها وبتكون كتير مقهورة وزعلانة، وامها بتواسيها وبتخفف عنها، وابوها بيقول ما عاد ترجعي لعمار الحمار لو شو ما صار. وسعاد بتقول لمنيرة انت الحق عليكي، ليلة طولي لسانك